السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. يلا نعمل اكل الجمبري ب40 جنيه. اه والله ب40 جنيه. النهارده الجمبري الصغنن ده اللي هو اللحم كان عندي بيتباع كيلو ب80 جنيه. جبت نص كيلو وعملت منه رز بالجمبري وعملت منه كمان كفتة الجمبري. شلت حبة الجمبري الصغيرين دول عشان اعمل الرز، والباقي زي ما انتوا شايفين اهو حطيت عليه معلقة نشا وتوم وبصل وملح وكمون وسنة فلفل اسمر بس. وهضرب المكونات دي كلها في الخلاط او في الكبة. طلعت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بصوا ماسكة في نفسها، ما تزوديش بصل عشان ما تفكش منك، وخليها النشا بيخليها ايه ماسكة في نفسها كده. دول حبة الجمبري اللي انا قلتلكوا هنشيلهم لايه، لل... للرز. بصوا يا جماعة هنسيبها بقى في التلاجة نص ساعة بس، ايه تهدى كده من الكبة، لانها بتطلع من الكبة تقريبا سخنة، فعشان ما ينفعش اعملها وهي سخنة تفك مني. اسيبها نص ساعة في التلاجة واجيب استرتش، وبعد ما تخرج من التلاجة واحطها في الاسترتش والفها رول، احكمه كويس تمام. علشان الجمبري احنا عارفين انه لحمه طري وحساس غير الفراخ او غير اللحوم، فاحنا معلش هياخد مننا وقت شوية، بس هيدينا نتيجة ممتازة. وهي بجد هيعجبه جدا الولاد، وهتبقى موفرة معاكي كل واحد كده مع طبق رز بالجمبري ياخد وحدتين تلاتة، يبقى وجبة جمبري زي الفل مغذية مع طبق سلطة. يبقى انت عملتي وجبة جمبري ب40 جنيه. الأسعار دي كمان أنا عندي هنا في العبور، يعني ممكن يكون الأسعار أغلى شوية، ممكن تلاقيه في مكان تاني أرخص، فكل واحد حسب المكان اللي هو موجود فيه. بصوا أنا هلفه رول كده وهقطعه واحكمه كويس تمام، وهسيبه بقى في الفريزر لغاية لما يتجمد. الجمبري معلش هصبر عليه بس ايه شوية. ايه رأيكم في الوجبة الحلوة دي؟ هتلاقوا نتيجة جبارة بجد، هتعجبكم قوي قوي قوي. في ناس بقى بتعملها زي كفتة الرز، يعني بتجيب بقى رز وتطحن معاه الجمبري دوت مع الخضرة بدل اللحمة بتحط جمبري، بتبقى حلوة قوي برضو. هنعملها في مرة مع بعض، لكن ديت عشان انا جبت نص كيلو بس جمبري فقلت اعمل لكم الوجبة الاقتصادية الحلوة قوي دي. يلا بقى نعمل الرز. هنجيب زيت ونحمر فيه البصل بتاعي لغاية لما لونه يبدأ يبقى ذهبي، مش عايزاه ان هو يتحرق مني قوي عشان انا لسه هضيف عليه الجمبري، فعشان الجمبري ما يغمقش معايا قوي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا اشتراك ولا لسه؟ الناس الوحشة اللي بتتفرج على الفيديوهات وما بتشتركش ولا بتسيب لي كومنت حلو ولا دعوة ولا اي حاجة خالص، الدرجة دي وصفاتي وحشة؟ يلا سيبولي بقى لايك واشتراك وكومنت، ويا رب كل الوصفات تعجبكم. معلش انا عندي برد، الجو صعب قوي عندي هنا. انا هنا حطيت بقى فص ثوم ونزلت عليه الجمبري بعد ما البصل بتاعي بقى ذهبي، وهسيبه ان هو يتشوح شوية بالمنظر ده. تمام، الجمبري كده بدأ يدخل في السوا خلاص وتشوح مع البصل. هبدأ بقى انزل عليهم الرز هو كمان يتشوح معاهم علشان ياخد من الطعم بتاعهم. تمام، الرز انا عندي المرة دي ما كانش رز مغسول، فانا ايه غسلته وقمت حطاه على البصل وهو كده قبل ما اضيف المية، علشان ياخد من ايه من طعم البصل ومن طعم الجمبري. والتوابل بتاعته بسيطة جدا، هي كمون وملح وفلفل وسبع بهارات بس، حاجة بسيطة جدا وموجودة في كل البيوت ان شاء الله. هنقلبه كده مع بعض بالمنظر ده شوية كده بس لغاية ما ايه ما يتشربوا في بعض، وهنزل عليه بمية سخنة او مغلية، يعني المتوفر عندك. وصلت لدرجة الغليان خير وبركة، سخنة شوية مفيش مشكلة، بس عشان الرز ما يعجنش مننا. ادي الملح، وهنحط كمان سن الكمون علشان البصل، وهنحط فلفل اسود سنة صغيرة، وهنحط 7 بهارات برضو. تمام، بلاش توابل السمك والحاجات دي برضو انا مش بفضلها قوي. بسم الله. هنزل برضو بالايه بالميه على حسب الكميه الرز اللي انا حطاها، بس عشان الرز هنا مش منقوع فانا هخلي الميه يدوب تغطي الرز معي. انا هقلب شويه التوابل في الرز بتاعي علشان تدي طعم. التوابل لما بتتقلب مع التحمير ريحتها بتظهر وطعمها بيبان. بسم الله الرحمن الرحيم.
بدأنا تنضيف الشقة بتاع رمضان والّا لسه؟ لسه شوية، نستنى على شعبان بقى يا رب بس يكون الدنيا دَفِّت شوية، لإن إحنا هنا بنترعش، الجو صعب أوي، أوي عندنا، فيا رب يكون الدنيا دَفِّت شوية عشان نقدر إن إحنا نعمل بقى الحاجات اللي إحنا بنحبها في رمضان، الروتينات بتاعة رمضان، وربنا يعوده علينا بالخير يا رب، ويبقى شهر بركة وشهر خير يا رب، وتتحسن فيه الأحوال، وكل اللي نِفْسه في حاجة تتحقق يا رب، يا رب قبل رمضان، وادعوا لي كده بالخير وأنتم بتتفرجوا على القناة. هنا أنا حطيت المَيّة بُصّوا حتى اللون بتاع التحمير بدأ يطلع أهو، هاحطها على النار واسيبها أوطّي عليها، بُصّوا هنا بدأت تتشرّب وبدأ يستوي، نخش بقى نشوف الكفتة بتاعتنا عملت إيه. بُصّوا هنا اتجمدت، أنا باحب أحط الدقيق بتاعي في شنطة كده عشان ما يبهدليش الدنيا، ده دقيق على نشا، قطّعت الرول بتاع الجمبري وحطيته فيه، وبابدأ إن أنا أقلّبه يمين وشمال عشان أغلّفه بالكامل من كل الاتجاهات، ما يبقاش حتّة فيها دقيق وحتّة لأ، بسم الله. هنا أفضل حتّى في السمك باعملها بنفس الطريقة، ما بيبهدليش الدنيا دقيق ولا أي حاجة خالص، مجرّد ما باخلّص باخد الكيس أقوم رامياه. ولا بقى البتاع يعجِّن، الصواني تعجِّن ولا الأطباق تعجِّن دقيق ولا أي حاجة. هنا الزيت سِخِن معايا، هابدأ أنزِّل بقى فيه إيه، الكفتة بتاعتي بُصّوا بسم الله ما شاء الله، لا فكِّت ولا أي حاجة، جميلة جدًا، ده جزء من اللي طلع من اللي اتحمَّر تحفة، ريحتها تحفة والقرمشة بتاعتها كده كانت crispy من برّه وطرية من جوّه، حلوة أوي، أوي، هتحبوها أوي. ممكن بقى دي لو عملناها كبيرة شوية تبقى زي برجر الجمبري ونحطها في كايزر على صوص كده تبقى تحفة، بُصّوا شكلها من جوّه. اللهم بارك، كانت جميلة جدًا، جدًا، وطعمها حلو أوي، أوي، وبجد، بجد هتعجبكم، كام واحدة كده مع طبق رز يبقى زي الفل وخير وبركة وبألف هنا عليكم، وده كان الشكل النهائي، ده شوية الجمبري بقى إيه في الطبق دوّة، وكان في حبة خرجوا تاني هو ما شاء الله عمل كمية حلوة، وديّة الطحينة بتاعتنا، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم ونورتوني في قناتي، قناة مطبخ سمر، وكل سنة وأنتم طيبين.